السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا بقى نستعد لرمضان كده بالطواجن الجميلة بتاعته. والنهاردة هعمل لكم طاجن، عايزة اقول لكم يعني هو موفر جدا بحتة لحمة صغيرة. عملت كمية كبيرة جدا وعملت طاجن بصراحة يعني شكله يفتح النفس وطعمه خطير بجد. تعالوا نجربوه مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. وهقول لكم لو انتوا عايزين تعملوه كباب حلة بس هقول لكم تعملوا ايه. ولو عايزين يسموه زي ما تسموه بقى، يعني هو ده ينفع كباب حلة وينفع لحم ببصل وينفع طاجن لحمة بالبطاطس. اختاروا بقى انتوا الاسم اللي يعجبكم. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. عايزه اقول لكم اللحمه دايبه وطعم البطاطس يا جماعه خطيره، طعمها حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس في البدايه نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولو لسه مشتركتوش معايا اتمنى تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب. اول حاجه انا جبت كميه اللحمه اللي عندي، وبعدين ابتديت ان انا اقطعها لمكعبات صغيره تمام بالشكل ده عشان طبعا تستوي بسرعه. في المرحله دي مهمه ان احنا نجيب طبعا اللحمه تكون ملبسه شويه. اللحمه اللي عندي دي كانت حمرا، فيعني بيفضل ان هي تكون فيها نسبه دهون. لكل بقى كيلو من اللحمه بنحط نص كيلو من البصل. شوفي انت هتستخدمي هتعملي قد ايه، وشوفي بقى يعني حاولي بقى ان انت تعملي نفس المقدار. طبعا انا جبت بقى اربع كده خمس بصلات، وهنبتدي ان احنا نقطعهم. عايزه اقول لكم حاجه، ان الوصفه دي اعتمادها الكلي على على البصل. يعني نسبه كميه البصل هي اللي بتفرق في طعم الوصفه دي. فحتى لو انتوا هتعملوا كباب حله، كباب الحله بيحتاج بصل كتير جدا. زي ما قلت لكم لكل كيلو من اللحمه هنحط نص كيلو من البصل اقل حاجه يعني. وهو مكوناته يعني مكونات الوصفة دي مش كتير، يعني انت بس لو ظبطتي كمية البصل وعملتيه صح زي انا ما هقولك دلوقتي تعمليه ازاي، خلاص انسي الوصفة هتطلع معاكي خطيرة. هبتدي ان انا اقطع البصل بتاعي لشرايح كده بالشكل ده. وبعد كده بعد ما قطعت البصل شرايح، اول حاجة بقى هنعملها ناخد بقى كمية البصل دي وهنعمل فيها ايه. هجيب بقى معلقة من بهارات اللحمة او السبع بهارات، اي بهارات موجودة عندك او توابل عندك ممكن تحطيها. انا البهارات بتاعتي والتوابل دي محطوط فيها طبعا كل بقى القرفة والحبهان مطحون وكل حاجة محطوطة فيها كل حاجة. وطبعا نص معلقة من الفلفل الاسود تمام. لو بقى انت ما عندكيش التوابل ديت، هتجيبي معلقه من الكزبره، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ربع معلقه من القرفه. ممكن نحط جوز الطيب لو انتوا بتحبوها، لو مش عايزينها ممكن نستغنى عنها مفيش مشكله. يعني مش هنزود قوي في التوابل، يعني هي اصلا الوصفه مش محتاجه توابل كتير. اول حاجه هنبتدي بقى نفرك البصل ده بالتوابل اللي احنا حطيناها. انا قلت لكم حطيت معلقه بس من بهارات اللحمه ونص معلقه من الفلفل الاسود، مش اكتر من كده. انا مش عايزه يبقى التوابل طعمها طاغي قوي. هنركن بقى البصل ده على جنب، ونيجي بقى في حله كده على النار هنحط فيها معلقه من السمنه. طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم زبده في المرحله دي خالص، لان الزبده طبعا بتتحرق. انا عايزه استخدم سمنه، ولو ما عندكيش سمنه ممكن تستخدمي زيت. ولو عندك دهنه ممكن تحطيها على الزيت، هتبقى حلوه قوي برضو، هتخلي طعم اللحمه عندك حلوه قوي. ابتديت بقى ان انا احط السمنه بتاعتي وهسيبها تسخن كويس جدا. انا حاطه النار عاليه في المرحله الاولى، بحط الحله على نار عاليه علشان طبعا اللحمه ما تنشفش معايا وتنزل السوائل بتاعتها. اول ما انزل اللحمه شايفين المنظر ان هي على طول كده تتشمع كده زي ما بنقول. ومش بننزل كميه اللحمه كلها، بنزل اللحمه بالتدريج علشان ما نبردش الحله بتاعتي وتنزل طبعا السوائل بتاعتها اللحمه وتنشف معاكي وتاخد وقت كتير في التسويه. فاحنا بقى ناخد بالنا بنحط اللحم بشويش واحده واحده كده ونسيبها بقى خالص، منقلبهاش دلوقتي خالص. اول ما هنحس ان هي اخدت لون من تحت كده واتحمرت، هنبتدي ان احنا نقلبها على الجنب التاني بالشكل ده كده. واهو شايفين اخدت اللون الاحمر الجميل ده. كده هنقلبها بقى، نقلب اللحمه بتاعتنا. وبعد كده هنزل بقى بعد ما اتحمرت خالص. انا عندي بقى في المرحله دي بحب احط حاجه بتخلي طعم اللحمه حلو قوي وريحتها خطير. فصين من الحبهان وعودين كده من ورق الغار او اللوري، ونقلبهم مع بعض كده. اول ما نحس بقى ان ريحتهم خلاص ابتدت تطلع، ننزل بقى على طول بكميه البصل اللي عندي ونديهم برضو بقى، يعني نحمرهم بقى كويس. بس انا اتاكدت طبعا ان اللحمه اتحمرت من جميع الجوانب. نزلت بقى بكميه البصل. انتوا هتحسوا ان البصل كتير بس هو مش كتير، علشان طبعا احنا لسه هنحط بطاطس وكده. هي الوصفه دي يعني ميزتها في البصل. يعني عايز اقول لكم البصل ده بقى لما في الوصفه بتخلص في التغميس كده لو برغيف عيش بيبقى طعمه خطير بجد. بعد ما قلبت بقى البصل شويه، حطيت بقى 3 4 فصوص من الثوم برضو مقطعهم كده شرايح، وابتديت ان انا احطهم يتحمروا برضو مع البصل ويطلع بقى ريحتهم الجميله دي.
وبعد كده جبت قرن بقى من الفلفل، انتوا بقى اللي انتوا حابينه بقى حراق بارد براحتكم. بعد كده بقى نزلت عليها طبعا مش هننسى بالملح. خلاص كده. كده بقى الوصفه دي كده بقت كباب حله. كباب حله ان انتوا هتعملوا ايه بقى؟ انا عندي بقى براد كده من الميه السخنه حاطه جنب الحله دي بيغلي، وناخد بس الكبشه دي، شايفين الكبشه بتاعه الميه دي؟ مش اكتر من كده. ونهدي بقى النار اللي احنا معلينها دي، هنهديها خالص، ونغطي الحله كويس جدا. اهم حاجه ان احنا نغطي الحله بتاعتنا، والبخار اللي هيبقى خارج من الحله ده طبعا هيبقى جواه مكتوم جواه، فمش هيتنشف بسهوله. شايفين لسه فيها سوائل. كل ما هنعري الغطا كده ونحس ان هي بدات السوائل دي تقل، هنزود برضو كبشه كمان، مش بنحط ميه كتير. تمام. هو ده كباب الحله، ان هو بيستوي على الهادي كده، يعني كل شويه نزود حبه بحبه كده لحد ما اللحمه بتاعتك تستوي تماما. شايفين بقى بالشكل ده كده لحد هنا؟ دلوقتي بقت كباب حله او لحمه ببصل زي ما انتوا عايزين تسموها سموها. بس انا بقى هجود عليها. هنجيب بقى بعد ما بدأت ان هي تستوي معايا اللحمة خلاص، يعني شايفين استوت، يعني اللحمة مش نص سوا ولا الكلام ده، لا هي استوت تقريبا. بعد كده هبتدي ان انا اول ما استوت بقى حطيت عليها، عندي طبعا الطماطم اللي كنت مفرزاها. ابتديت ان انا اجيب قطعة منها كده، يعني حوالي طماطمتين 3 كده. ممكن نضربهم في الخلاط ونحطهم عليها. بعد كده هنبتدي نحطها بقى على الوصفة دي كده على اللحمة، ونسيبها طبعا لحد ما تبدأ تتسبك معاها شوية. شايفين بالشكل ده؟ بعد كده انا عندي بقى طاجن فيه بطاطس. نجيب البطاطس نقطعها مكعبات بالشكل ده، وطبعا نخلي المكعبات يعني تكون سميكة شوية علشان طبعا ما تتهريش معاكم بسهولة. وبعد كده هنجيب بقى هنجيب بقى اللحمة بتاعتي دي، وننزل بقى على البطاطس بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى ان السوائل دي كلها هتنزل بقى على البطاطس، تخلي طعمها، يعني هيسيبوا اللحمه وياكلوا البطاطس بس طعمها خطير بجد. هننزل بقى عليها، وبعد كده هنزود بقى الطاجن ده بربع كوبايه كده او نص كوبايه من الميه المغليه. هنزود نص كوبايه الميه المغليه، وبعد كده هنغطي عليه. اهم حاجه ان احنا نغطي عليه ونحطه بقى على الرف اللي في النص. طبعا كل حاجه بتغلي فمش هياخد وقت معاكي كتير. انا غطيته بقى وهدخله جوه الفرن على الرف اللي في النص كده، ومشغله الفرن لحد ما يبتدي ان هو ينشف معايا السوائل دي كلها. اشيل الغطا ونحمر وشه. بصوا بقى الجمال، ما شاء الله، طالع ريحته خطيره وطعمه يجنن بجد. والبطاطس طبعا مستويه تماما، واللحمه مستويه، وكل حاجه مستويه. هو مش ناقص بس الا رغيف عيش بلدي كده، او شويه رز ابيض او رز بشعريه زي ما انتوا بتحبوا تقدموا جنبه. قدموا اي حاجه جنبه، هتبقى بصراحه حلوه قوي. وبالهنا والشفا. يعني الطاجن، يعني شفت عملته الطاجن من غير حاجه، يعني لو حتتين لحمه بس هيعملوا معاكي الطاجن ده، وهيبقى طعمه حلو جدا. بس كده وكده الوصفه بقى. شايفين البطاطس مستويه وشاربه بقى من كل الصوص ده، وطعمها خطير بجد. اما اللحمه بقى دايبه. فجربوها بقى ان شاء الله هيعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا واياكم ان شاء الله رمضان، ويبلغنا ليله القدر، اللهم امين. ما تنسوش بقى اللايك ونشارك الفيديو كده على قد ما نقدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.